بلانكتون قطر دموع سبونج بوب في عينيه، وفجأة طلعت له عين تانية غيرت شخصيته تماماً. في الليلة دي مطعم سلطع برجر قفل ومستر سلطع حط فلوس المكسب في الخزنة ونام. فجأة بلانكتون نط من برطمان مخلل ومعاه مسدس ليزر وتسلق الخزنة وبدأ يجرب الأرقام السرية اللي لمحها قبل كده، بس الخزنة مرضتش تفتح. في اللحظة دي مستر سلطع رجع، فبلانكتون اتقيد من التوتر ووقع على الأرض. مستر سلطع افتكره حتة مخلل فبلعه على طول. بعد 10 ساعات بلانكتون رجع لمطعم دلو الصداقة وهو محبط وبيشك في نفسه إنه هيقدر ياخد الوصفة. كارين وضحت له أساس المشكلة، إنه بعين واحدة ومجال رؤيته محدود. الكلام ده حرك جواه، فقرر يعمل تعديل تكنولوجي في جسمه. ركب عين صناعية بس خرجت عن السيطرة وبدأت تضرب ليزر عشوائي، ولحسن الحظ كارين فصلتها في الوقت المناسب. بعد تحليل الموقف كارين اكتشفت إن التجربة محتاجة دموع فيها حمض نووي DNA من حد بعينين. بلانكتون فكر في سبونج بوب الحساس وراح له وهو بيتفسح في الخلاء وقعد يحكي له حكاية حزينة، بس سبونج بوب ما عيطش. من كتر اليأس بلانكتون دلق اللبن بتاعه قاصد. هنا سبونج بوب زعل وانفجر في العياط. بلانكتون استغل الفرصة وجمع الدموع في علبة ورجع لدلو الصداقة وعمل التجربة. أخيراً بقى عنده عينين جداد وخرج عشان يوصل للوصفة السرية، بس الدنيا ظهرت له بشكل مختلف تماماً وكل حاجة باينة جميلة وزي الفل. بلانكتون نسي موضوع الأخذ خالص وقعد يستمتع باليوم مع سبونج بوب وبسيط، ورجع البيت ببالونات وآيس كريم. كارين فكرته بمهمته واكتشفت إن صفات سبونج بوب الطيبة اتنقلت له. بلانكتون ما كانش مصدق، بس لما شاف الخفاش فراشة والتعبان كلب كيوت اتأكد، فقرر يروح يجيب الوصفة عشان يثبت نفسه. وهو في السكة صادف حريقة وجري لجوه عشان يحمي الناس بجسمه، وهناك لقى وصفة سلطع برجر اللي مستر سلطع ضيعها، فقرر يرجعها له. طبعا مستر سلطع ما كانش مصدقه وافتكرها خدعة، وبلانكتون نفسه ما كانش عارف يشرح هو بيعمل كده ليه. لما أدرك إن العينين غيروه غضب وحاول يقلعهم بس معرفش. بلانكتون رجع لدلو الصداقة محبط، بس اتفاجئ إن المكان مليان ناس جمعهم سبونج بوب عشان يشجعوه. كل الناس حضنوه جامد قوي لدرجة إن العينين الجداد نطوا من مكانهم، وفي ثانية بلانكتون رجع لطبيعته القديمة وعمل نفسه بيشكرهم، وبعدين شغل ليزر الدفاع، فكل الناس جريت بره من القلق ورجع تاني يخطط للحصول على الوصفة السرية.